مرحبا، ورجعت لكم بفيديو جديد مع أطيب وصفة الفلافل على طريقتي، واعتمدوها بكميات كتير مناسبة وصدقوني راح تعجبكم. ويلا شوفوا معي كيف راح تكون الطريقة. طبعا شايفين اللون وشايفين المنظر وشايفين طبعا أنا بعملهان مع الصوص الطحينة والسلطة ومع كاسة الشاي ولا أروع من هيك. سر نجاح عجينة الفلافل، طبعا سر نجاح عجينة الفلافل في سرين راح تعرفون في خلال هذا الفيديو، فتابعوني للآخر. أول شيء عندي المكونات، بكون محضرة هان كيلو من الحمص المنقوع لمدة ليلة كاملة، وبصلتين كبار مقطعاهم، و4 أو 5 فصوص من الثوم، وبضيف عليهم 3 قرون من الفلفل الحار، وهذه حسب الرغبة. أما بالنسبة للبقدونس ما تكتروا الكمية، حطوا شوي من البقدونس. أنا حطيت نص الكمية والنص الثاني بدي أعملها بوصفة ثانية. ما بكتر البقدونس لأنه حتى أحافظ على اللون وأحافظ على الطعم. فالمكونات اللي أنا ضفتها هان، حطيت معلقة كبيرة من الملح ومعلقتين كبار من الكزبرة المطحونة والكمون، وحطيت هان 3 معالق كبار من السمسم. أنا بحب السمسم أضيفه على عجينة الفلافل، في ما بحبوا يضيفوا السمسم، وهي بترجع حسب الرغبة. السر الأول لنجاح العجينة لازم تكون العجينة ناعمة. أنا ما بضيف مي على العجينة، في بعض المكونات بحبوا يضيفوا المي، أنا ما بضيف مي، هيك أنا مكتفية بيها بطريقة ممتازة جدا. طبعا قبل ما أنت تعمليها قراص، أنا هنا طبعا المقطع الفيديو عندي انحذف مني، بعتذر منكم، إنك بتضيفي معلقة كبيرة من كربونات الصوديوم. والسر الثاني لنجاح الفلافل انه لازم تكوني حاطاه في مختص من الزيت يكون غميق بهذا الشكل. مجرد ما بيحمى معاكي الزيت بتضيف قراص الفلافل. شايفين ما احلى لونه، بيطلع معاكي اللون ذهبي وكمان مقرمش. وهذه كانت طريقتي في عمل الفلافل. ولا اطيب من هيك، ومع كاسة الشاي، واحلى فطور صباحي.